خلونا في الفيديو ده نشرح بالتفصيل يعني ايه برايس الاستيستي وعلاقة البرايس الاستيستي بالديماند او بمعنى اخر علاقة البرايس بالديماند. اتفقنا في الفيديو اللي قبل كده ان العلاقة ما بين السعر والطلب على المنتج علاقة عكسية. كلما زاد سعر اي سلعة كلما قل الطلب عليها، او بمعنى ادق كلما قل المبيعات منها لعزوف عدد من المشترين عن شرائها لان سعرها غلي. فالعلاقة دائما علاقة عكسية. فإنما بقى السؤال هنا الالاستيستي دي بتوضح ايه؟ السنسيتيفيتي بتاعة الديماند تجاه تغير السعر، او حساسية الطلب تجاه تغير السعر. بمعنى لو انا زودت السعر بنسبة ما، الديماند هيقل بنسبة كبيرة قوي ولا بنسبة قليلة ولا نص ونص؟ دي اللي اسمها الالاستيستي. يعني لو انا زودت السعر بنسبة 50%، الديماند هيقل بنسبة 5%، يبقى ده inelastic. طيب لو انا زودت السعر بنسبة 50%، الديماند هيقل بنسبة 20-30%، ده elastic. يبقى هنا ايه؟ لأي مدى القلة أو استجابة الطلب لارتفاع السعر. افتكر دايما ان العلاقة ما بين السعر والديماند، السعر وشراء المنتج او الاقبال على شرائه علاقة عكسية. كلما زاد السعر كلما قل الطلب، كلما زاد السعر كلما قل المبيعات. لكن بنسبة قد ايه؟ تمام، بنسبة قد ايه؟ هنا بقى الالاستيستي. زودت السعر بنسبة قليلة شوية، قل الطلب قوي، ده الاستيك ديماند، مطاط اللي هو اشبه بالاستيك، بيمط معاك. زودت السعر بنسبة قليلة، الديماند قل بنسبة قليلة قوي، ده انيلاستيك، يعني الطلب مش حساس قوي لتغير السعر. وفي انواع من المنتجات كده وفي انواع من المنتجات كده، وهنتكلم عنها بالتفصيل موضحة طبعا. ده في الكيرف اللي اتكلمنا عنه برضو الفيديو اللي فات. لما السعر زاد من B1 ل B2، ده حصل سمول دروب في الديماند من Q1 ل Q2، فبقى ده ايه؟ انيلاستيك. يعني حصل انخفاض في الطلب ولكن بنسبة قليلة، فإن إلاستيك، مش مطاط. في الكيرف التاني لما نفس السعر اتغير من B1 ل B2، حصل لارج دروب في الديماند، حصل ان انخفاض الطلب بنسبة كبيرة، ده بقى إلاستيك. يبقى هنا الطلب حساس قوي للتغير في السعر. يبقى ده الفرق هنا على الكيرف ما بين الانيلاستيك ديماند والالاستيك ديماند. لو التغيير في الديماند في الطلب على المنتج كان يعني صعب التغيير او تغييره قليل مقارنة بالتغيير بتاع البرايس، ده يبقى انيلاستيك. التغيير هنا المقصود بالزيادة والنقصان. احنا قلنا ان العلاقة عكسية، يعني ازود السعر هيقل الديماند. طيب لو انا زودت السعر بنسبة قليلة والديماند ما قلش بنسبة والديماند قل بنسبة قليلة برضو، يبقى هنا ايه؟ انيلاستيك. طيب لو انا غيرت السعر بنسبة قليلة والديماند زاد بنسبة كبيرة، يبقى ده إلاستيك. والعكس لو أنا زودت السعر، يعني زودت السعر الديماند هيقل، قللت السعر الديماند هيزيد. بنسبة قد إيه بقى ده يحصل؟ لو الديماند زاد أو قل بنسبة كبيرة يبقى ده إلاستيك، لو الديماند زاد أو قل بنسبة قليلة يبقى ده إن إلاستيك. وفي معادلة دائما هي اللي بتحسب الالاستيستي بتاعه البرايس الاستيستي مقارنه بالديماند، اللي هو البرسنت بتاعه الكوانتيتي ديماندد او البرسنت تشينج في الكوانتيتي ديماندد على البرسنت تشينج في البرايس. يعني هنحسبها بالامثله دلوقتي. يعني نسبه التغيير في المبيعات او في الطلب على المنتج على نسبه التغيير في السعر، ودايما النتيجة دي أو الناتج ده بيطلع بالماينس، لأن طبعا العلاقة عكسية. يبقى الفورمولا أو بتحسب البرايس إلاستيستي نسبة التغيير في بيع المنتج أو في الطلب على المنتج على نسبة التغيير في السعر، سواء كان بقى زيادة سعر
قل بسببه الطلب، او تقليل سعر زاد بسببه الطلب. ولكن في الحالتين ده بيحسب الالاستيستي بتاعه الديماند. لازم الشركات تحسب الالاستيستي بتاعت الديماند عشان تشوف السيناريوهات لما نزود السعر ايه اللي هيحصل، لو عايزين نقلل السعر متوقعين نبيع قد ايه. فلو خدنا مثالين، المثال الاولاني وليكن على تفاح ابلز. لو البرايس بتاع التفاح الامريكي الاحمر الحلو ده قل بنسبة 5%، فراح ده ادى الى ان الديماند زاد بنسبة 20%. يبقى لما قللنا البرايس بتاع التفاح 5%، الديماند على البرايس والطلب الديماند على التفاح والطلب عليه زاد، لان العلاقة عكسية، فزاد بنسبة 20%. يبقى على حسب الفورمولا او المعادلة البرايس الاستيستي بتاعت الديماند هيطلع ايه؟ -4. قلنا ان على طول هيطلع بالماينس، هيطلع -4. يبقى ده ايه؟ الاستيك يعني ايه؟ يعني السلعة دي اللي هي التفاح في حالة الاكزامبل ده، لما بنقل البرايس بنسبة ما الديماند بيزيد بنسبة كبيرة، ولذلك بنسميه ايه؟ الاستيك. لان نسبة البرايس، الانخفاض في البرايس مجرد 5%، يعني لو كان كيلو التفاح مثلا ب10 جنيه فبقى ب9.5 جنيه مثلا، فساعتها الديماند هيزيد بنسبة 20%. فبدل ما الفكهاني كان بيبيع 100 مثلا 100 كيلو مثلا، هيبيع ايه؟ 120 كيلو مثلا بالسعر ده. يبقى هنا الاستيك في استجابة الطلب للتغير في السعر، استجابة كبيرة. رغم ان احنا قللنا السعر نسبة بسيطة، انعكس ده ان الطلب على المنتج او السلعة دي اللي هي في حالتنا هنا مثلا سلعة التفاح مثلا، الطلب عليها زاد بنسبة كبيرة، فبقت النتيجة -4. يبقى هنا ايه؟ الاستيك. طيب نشوف اكزامبل تاني. لو انا هنا بتكلم بقى على البنزين، زودت البنزين 20%، الدولة زودت البنزين مثلا سعر البنزين 20%، فالطلب على البنزين قل مش بنسبة كبيرة، لأن البنزين سلعة أساسية مش هينفع إن ناس كتيرة يستغنوا عنها. فالطلب على البنزين هنا بقى إيه؟ قل بنسبة قليلة، وهو 5%. يبقى عدد قليل من الناس اللي قرروا ما يركبوش عربياتهم ويستعملوا المواصلات قليلين، وفي بعض الناس الأكتر مش هيقدروا يستغنوا عن البنزين طبعا. فبالتالي هنا الطلب تأثره بزيادة السعر تأثر طفيف، مش تأثر كبير، مش تأثر عالي. يبقى هنا لو طبقنا المعادلة بتاعت حساب الالاستيستي والديماند هتطلع -0.25، يعني ربع. يبقى هنا ده ايه؟ نوع من الديماند ايه؟ inelastic. يبقى كل حد بقى بيسوق لمنتج يبقى عارف طبيعة المنتج بتاعه ده من حيث الالاستيستي. هو انا لو زودت السعر ايه السيناريو اللي هيحصل؟ هل الطلب هيقل على المنتج بنسبة كبيرة فده نوع من الالاستيك ديماند، ولا الطلب مهما هزود في السعر مش هينعكس قوي على قلة في الطلب، يبقى ده inelastic demand. وبالتالي كل ما الالاستيستي قلت كل ما كانت المنتج بتاعي الديماند بتاعه inelastic. ده بيشجع اكتر الشركات والماركتير ان احنا نعلي السعر. ما هو inelastic، فانا مهما لو عليت السعر ده مش هيأثر على المنتج بتاعي وبيعه في السوق بنسبة كبيرة لانه inelastic demand. يبقى انا لازم اكون عارف ايه طبيعة المنتج بتاعي، وضعه عامل ازاي، وهل هو elastic ولا inelastic، علشان قبل ما اخد قرار زيادة السعر اكون عارف تبعات القرار ده هتبقى عاملة ازاي. فيديوهات افهم ماركتينج موجودة على يوتيوب وموجودة على لينكد ان. اعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير علشان يوصل المحتوى
لأكبر عدد ممكن يكون مهتمين بمحتوى افهم ماركتنج. افهم ماركتنج كمان موجود على هيئة بودكاست، على سبوتيفاي بودكاست، وعلى ابل بودكاست، وكمان على ساوند كلاود. اعمل متابعة وشير للقناة. ولو عايز تراسلني ممكن تراسلني على الإيميل افهم.marketing@gmail.com.